نصبوا عليه في مبلغ مالي كبير، جابوله شلل وفقد القدرة على الكلام. إيه اللي حصل لحلمي بكر؟ وإزاي حالته الصحية اتدهورت بالشكل ده؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. في الساعات اللي فاتت اسم حلمي بكر اتصدر كل محركات البحث، وده بعد ما حالته الصحية اتدهورت بشكل كبير جدا. المتعارف عليه إنه كان بيعاني من عدة جلطات، وقعد فترة طويلة جدا في المستشفى، لكن رجع من تاني أحسن من الأول ومارس حياته بشكل طبيعي. علشان يرجع ويتفاجئ الجمهور بأنباء عن إصابته بالشلل، وإنه كمان فقد القدرة على النطق والحركة، وفي اللي قال إنه حصلت له هوسة في دماغه وما بقاش مستوعب كل اللي بيدور حواليه. في البداية الجمهور افتكر إن اللي بيحصل ده بسبب تطورات في حالته الصحية، لكن مراته سماح القرشي خرجت وصدمت الكل، ووضحت في البداية إن حلمي بكر لسه بيتكلم ومستوعب كل شيء بيدور حواليه تماما، لكنه اتعرض لعملية نصب في مبلغ مالي كبير يعتبر تحويشة عمره كلها. ومن ساعتها وهو قاعد على السرير مش بيتحرك، ورجله مش بتتحرك تماما، وواضح إن الزعل أصابه بشلل في رجليه، وده اللي خلاه يعمل جلسات علاج طبيعي. ده غير إنه رفض من الأساس إنه يتعالج في المستشفى. وكملت سماح كلامها وانتقدت نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، وقالت إنه مقصر في حق فنان كبير زي حلمي بكر، وإنه المفروض يديله حقه. لكن مصطفى كامل مسكتش وطلع وقال: طول الوقت أنا بقف معاه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما تخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن. وكمل كلامه وقال: حاولت أحل معاه أزمة النصب الأخيرة اللي اتعرض ليها، وهفضل أدافع عنه طول الوقت، ومش عاوز أتكلم علشان هخرب الدنيا. ولما كانت بتجيله بلطجية دافعت عنه ووديت له الشرطة، ويشهد على ده أخويا حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكتر واحد عارف كواليس عنها، ولكن مش هتكلم دلوقتي. أنا مفيش أي حاجة بيني وبينه، وهفضل دايما واقف جنبه. علشان تتفاقم الأزمة وتتحول من تدهور حالة حلمي بكر الصحية لمساعدة مباشرة بين زوجته ومصطفى كامل، تفتكروا مين كان السبب في عملية النصب دي؟ وهل ممكن حلمي بكر يقف على رجليه من تاني؟ ادعوا له بالشفاء العاجل.